لو بتخزني البسله بالطريقه العاديه ما فيهاش اي مشكله، بس جربي بجد الطريقه اللي انا هعملها بيها دي، وجربي ان انت تعيني كيس من اللي انت بتخزنيه بالطريقه العاديه، ان انت تخزنيها كده عادي، وان انت تخزنيها بالطريقه اللي انا هقولك عليها، وشوفي الفرق وشوفي الطعم هيبقى عامل ازاي. تعالوا يلا نشوف الطريقه مع بعض. بس يا ريت قبل ما نبدا الفيديو يا ريت نحط لايك للفيديو، ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي فولو للبيج ونصلي على النبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يلا تعالوا نشوف هنخزن البسله مع بعض ازاي. يلا. ولسه مكملين مع بعض سلسلة تجهيزات رمضان. هتجيبي البسلة وتفصصيها وتفرديها كده على الصينية، وتنقي منها اي واحدة مش نظيفة مش كويسة، اي حاجة فيها ننقيها كده كويس منها، علشان ان هي تكون سليمة معانا ونظيفة معانا، وعلشان ان هي تاخد السلقة بتاعتها وتطلع على طول تتفرز معانا زي ما انتم شايفين كده. ده اللي طلع منها. هننزل بقى في الحله بتاعتنا بمعلقتين من السكر ومعلقه من البيكربونات الصوديوم، ولو ما عندكيش بيكربونات شويه من معلقه من البيكنج باودر، وهنسيبهم على النار كده. وهننزل بقى بالبسله بتاعتنا نديها صدمه لمده دقيقه على النار، وبجد دي هتخليها معاكي اطول فترة ممكنة، ويعني هتاخد من الموسم ده للموسم الجاي معاكي وتكون سليمة معاكي من غير ما تبوظ منك. عندنا الخضار اصلا بيقعد في الفريزر لمدة 6 شهور، بس البسلة بالطريقة دي ممكن تقعد معاكي سنة من غير ما يحصل لها حاجة خالص. وبعد ما سلقناها كده هنبردها، مش هنديها صدمة بالماء، هنفردها كده على فوطة، على صينية وعليها فوطة، وهنكيسها كده وهنسيبها تبرد، وبعد كده هنفرزها في الفريزر زي ما انتم شايفين كده. انا ما بقفلش الاكياس، انا بطبقها كده زي ما انتم شايفين. انا ما حدش بياخد من حاجتي غيري، فانا ببقى عارفه اطلعها ازاي او ان انا ارصها ازاي، لان ما عنديش اكياس التلاجة اللي هي بتتقفل، فانا بقفلها كده وبتقعد معايا اطول وقت ممكن يا ولاد. وكمان ان انتي تطبقي الخضار بتاعك كده ما بياخدش حيز في الفريزر خالص. عايزين ان احنا برضو نعملها شوية بالجزر، هنعمل شوية بالجزر، بس دول اللي هم هيتاكلوا يعني ممكن ياخدوا 2-3 كده معانا اللي بالجزر، لان الجزر لما بيقعد مدة طويلة في التلاجة بيمرر يا بنات، يعني البسلة ما بتبقاش احلى حاجة. فاعتمدوا ان انتوا تفرزوا البسلة لو عندكم كمية كبيرة تفرزوها من غير جزر، انما اللي هيتاكل 2-3-4 6 شهور مش هيحصل للجزر حاجة. انما لو طولت اطول من كده ممكن ان هي ما تبقاش طعمها احسن حاجة. تمام. وهنخزن الكمية اللي بالجزر زي ما انتم شايفين كده. انا ببطط الكيس خالص وبتنيه بس من ورا كده كذا تانية، علشان ان هو ايه يبقى معانا مبطط وفي نفس الوقت ايه ماسك نفسه زي ما انتم شايفين كده. ببطط الكيس وخلاص هو بيبقى ماسك نفسه على كده، وبرصهم في الدرج بتاع الفريزر. وادي كمية البسلة اللي عملناها. انا كنت جايبة شكارة يا ولاد فالشكارة دي للعيلة، يعني انا وحماتي، فانا بفرز كل مرة واحدة. فزي ما انتم شايفين دي الاكياس اللي انا بفرزها. وبس كده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وفولو للبيج. باي باي.